صدمة القرن تهز العالم، وثائق إبشتاين تكشف المستور، ملوك، رؤساء ومليارديرات في قائمة العار. ترامب، ماسك وأمراء، من تورط في فضيحة الجزيرة؟ وماذا يخفي القانون الجديد؟ زلزال 3 مليون ملف، سقوط الأقنعة، وفضيحة إبشتاين تعصف بالكوكب. بالأمس لم يكن يوما عاديا. 3 ملايين ملف سري للغاية أسقطتها وزارة العدل الأمريكية كالصاعقة لتكشف عن الوجه القبيح لشبكة الملياردير المدان جيفري إبشتاين. هذه الوثائق ليست مجرد أوراق، إنها قنابل موقوتة فجرت فضيحة لم يشهد لها التاريخ مثيلا لتطال رؤساء دول، أمراء، ملوك، رجال أعمال وحتى شخصيات استخباراتية. هل كنتم تتخيلون هذا الحجم من الفساد؟ ترامب في قلب العاصفة، هل نجا الرئيس أم سقط في فخ إبشتاين؟ اسم دونالد ترامب تكرر مئات المرات في وثائق إبشتاين، رحلات على متن طائرة الموت في التسعينيات، وبلاغات صادمة للFBI قبل انتخابات 2020 تزعم باعتداءات جنسية. لكن المفاجأة أن ترامب يخرج منتصرا، مؤكدا أن الوثائق برأته وكشفت مؤامرة اليسار الراديكالي. فهل هي تبرئة حقيقية أم مناورة سياسية؟ وزارة العدل نفسها اعترفت أن مزاعم ترامب لا أساس لها من الصحة. هل هناك شيء خفي لا نعرفه؟ إيلون ماسك، الرجل الحديدي في مرمى الشبهات، هل زار جزيرة الشيطان؟ المخترع العبقري إيلون ماسك أيضا في قلب العاصفة. رسائل بريد إلكتروني تعود ل2012 و2013 تتحدث عن زيارات محتملة لمجمع إبشتاين سيء السمعة في الجزر الكاريبية. ماسك ينفي بشدة، مؤكدا أن تواصله كان محدودا للغاية، وأنه رفض دعوات لزيارة الجزيرة أو السفر على لوليتا إكسبرس، بل ويذهب أبعد من ذلك ليقول: لا أحد بذل جهدا أكبر مني لإصدار ملفات إبشتاين. هل هي محاولة لتبرئة النفس أم حقيقة صادمة لم تكشف بعد؟ الأمير المخلوع أندرو، فضيحة ملكية تهز بريطانيا. الأمير أندرو، الاسم الذي طالما ارتبط بعار إبشتاين، يعود للواجهة وبقوة. مئات المرات ورد اسمه في الملفات، دعوة عشاء في باكنغهام وعرض امرأة روسية من إبشتاين. المزاعم القديمة من فيرجينيا روبرتس جوفري تتجدد، وصور مثيرة للاعتراض تظهر الأمير في أوضاع غريبة. شقيقه الملك تشارلز جرده من ألقابه، والآن رئيس الوزراء البريطاني يطالبه بالشهادة أمام الكونغرس. هل تنتهي هذه الملحمة بسقوط ملكي مدون؟ وائل غنيم، إيهود باراك وآخرون، الشبكة تتسع وتشمل العرب. لم تقتصر الفضيحة على الغرب فقط. وائل غنيم الناشط والمهندس المصري يظهر اسمه في قائمة النخبة المدعوة لغداء وعشاء مع إبشتاين. هل كان يعرف شيئا؟ إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته، تواصل مستمر مع إبشتاين حتى بعد إدانته، زيارات متكررة لعش إبشتاين وطائرات خاصة. هل كان باراك ساذجا أم متورطا؟ القائمة تطول: بيل كلينتون، مايكل جاكسون، ريتشارد برانسون، أميرات وملوك من النرويج والسويد والدنمارك، لا أحد بمنأى عن لعنة إبشتاين. ما خفي أعظم؟ هل هذه مجرد البداية والتنقيحات تثير الشكوك؟ نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش يؤكد أن هذه الدفعة هي نهاية الإفصاحات المخطط لها. 3 ملايين صفحة، 2000 قطعة فيديو، 180 ألف صورة. لكنه يعترف بوجود تنقيحات واسعة النطاق وحجب لبعض الوثائق بحجة حماية الضحايا أو التحقيقات الجارية. هل يخبئون شيئا أهم؟ هل هناك وحوش لم يتم الكشف عنها بعد؟ المشرعون أنفسهم ينتقدون التحجيب ويطالبون بشفافية أكبر. قصة طريفة من الأرشيف السري. يحكى أن أحد مساعدي إبشتاين بعد إدانته الأولى كان يراجع قائمة ضيوف الجزيرة،
فوجد اسما متكررا لشخصية مهمة جدا ومشهورة بنبلها وأخلاقها. سأل إبشتاين: سيدي، هذا الشخص يدعي الشرف والأخلاق في كل ظهور تلفزيوني، لماذا هو هنا؟ ضحك إبشتاين بسخرية وقال: يا بني، الأقنحة هي أجمل ما في هذه اللعبة. الشرف هو مجرد كلمة، والمكان هنا هو حيث تصنع الحقيقة. فرد المساعد: لكن ألن ينكشف أمره يوما ما؟ ابتسم إبشتاين ببرود: سينكشف، ولكن بعد فوات الأوان، تماما كصفقات الذهب التي تظهر فجأة، إشارة ساخرة لإعلان الذهب. بعد كل هذه الانفجارات، هل تعتقد أن العدالة ستأخذ مجراها كاملا، أم أن ما خفي أعظم سيظل سرا؟ شاركنا رأيك في التعليقات.